بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، إن شاء الله راح نبدأ بشرح الدرس السابع، وهو الحساب والجزاء للصف السابع الإعدادي. أول شيء هنا مقدمة بسيطة، هو أن القرآن الكريم تحدث عن اليوم الآخر وفصل به، وقال أن الله سيبعث الناس من قبورهم ليحاسبهم على الأعمال التي عملوها في الدنيا، فيدخل المؤمن الجنة ويدخل الكافر النار، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فأول الأمور التي تكون في يوم القيامة، وحكينا هنا يوم القيامة هو يوم واحد مقداره 50,000 سنة، مقداره 50,000 سنة. حكينا في الدرس الفات النفخة الأولى ينفخ إسرافيل النفخة الأولى فتهلك جميع الأحياء وتتناثر النجوم وتنشق الأرض والسماء. والنفخة الثانية يحيا جميع الأموات. ما بين النفختين 40 غير معروف، 40 سنة، 40 يوم، 40 أسبوع، 40 شهر، مش معروف. قبل النفخة الثانية ينزل الماء من السماء فينبت عظم الذنب، وهو العصعص الموجود أسفل حلقات الظهر، فتصبح الجسد جامدة، تصبح جسد بعد أن كانت بالية. فالنفخة الثانية ترجع الأرواح إلى الأجساد وتقوم إلى الحساب. لذلك سمي بيوم التناد، لأن الموتى ينادون بعضهم بعضا قم للحساب، قم للحساب. فأول الأمور في هذا اليوم هو أن الله سيبعث الناس من قبورهم، فيخرجون من قبورهم حفاة عراة يساقون إلى المحشر. فبيجي سؤال: كيف تخرج الناس من قبورهم؟ تخرج الناس حفاة عراة يساقون إلى المحشر. بناخذ من الكلام اللي حكيناه مصطلح، اكتب المصطلح فراغ: جمع الخلائق يوم القيامة من قبورهم للعرض إلى الله، أو للعرض على الله. جمع الخلائق يوم القيامة من قبورهم للعرض على الله هو الحشر. سنخرج جميع الخلائق من قبورهم حتى نعرض على الله ليحاسبنا. فهنا هي سؤالين: السؤال الأول كيف تخرج الناس من قبورهم، حكينا حفاة عراة. السؤال الثاني مصطلح جمع الخلائق يوم القيامة من قبورهم للعرض على الله، مصطلح الحشر. الآن بعد ما نخرج من قبورنا نقف لانتظار الحساب، حيث تدنو الشمس من رؤوس الخلائق مقدار ميل. من العلماء من قال الميل هو نفس الميل تبع الدنيا اللي هو كيلو و600 أو كيلو 800، ومن العلماء من قالوا أن الميل هو مقدار المكحلة. فالشمس تكون أو تدنو من رؤوس الخلائق، فيكون العرق على مقدار أعمالهم التي عملوها في الدنيا. من الناس من يكون العرق إلى كعبيه، ومن الناس من يكون العرق إلى ركبتيه، ومن الناس من يغرق بعرقه، ومن الناس من يكون تحت عرش الرحمن. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 7 أصناف راح يكونوا تحت عرش الرحمن. يشعر في هذا الوقت الناس بالعطش، فيشرب المؤمن من حوض النبي شربة ماء لا يظمأ بعدها أبدا. فهنا في عدة أسئلة. السؤال الأول: صف حال الناس في المحشر. 1 تدنو الشمس من رؤوس الخلائق. 2 يكون العرق على مقدار أعمالهم. 3 يشعر الناس بالعطش فيشرب المؤمن من حوض النبي لا يظمأ بعدها أبدا. بيجي سؤال مصطلح: ما هو الحوض؟ الحوض هو ماؤه أشد بياض من اللبن، أحلى من العسل، إذا شرب منه المؤمن لا يظمأ بعدها أبدا. بعد ما نخرج من القبور ثم يكون تدنو الشمس إلى من رؤوس الخلائق، ويكون العرق ويعطش الناس ونشرب من حوض النبي. يلجأ الناس إلى الأنبياء: ادعوا ربنا خليه يبدأ الحساب، خليه عشان يبدأ الحساب. بروحوا لآدم بيحكي نفسي، بروحوا لنوح بيحكي نفسي، بروحوا الناس لآدم. آدم بيحكي أنا كانت من الشجرة وخرجت من الجنة، نفسي. روحوا لمين؟
لنوح. نوح بيحكي أنا دعيت على ابن الكافر إنه ربنا يرحمه، نفسي نفسي. روحوا لمين؟ لإبراهيم. إبراهيم بيحكي أنا كذبت 3 كذبات وهم ليست كذبات، هي كذبات من باب التورية. يعني من الكذبات أنه كسر الأصنام. قال من كسر الأصنام يا إبراهيم؟ قال اسألوا كبيرهم. فهذه ليست كذب، هذه تورية. الكذبة الثانية كما يقول إنه قال له أصحابه طلبوا له السهر فقال إني سقيم، أنا عيان، هو مش مريض كان. الكذبة الثالثة إنه لما ذهب إلى مصر هو وزوجته سارة قال من هذه؟ قال هي أختي وليست زوجتي، لأنه كان فرعون كان يأخذ زوجة الرجل الجميلة. فهذه ليست كذبات. فاذهبوا لمين؟ اذهبوا لموسى. موسى قال أنا قتلت رجل. اذهبوا لعيسى. عيسى لم يذكر ذنب ولكن يقول نفسي نفسي. اذهبوا لمحمد. محمد يقول أنا لها أنا لها، فيسجد سجدة عند عرش الرحمن ويلهمه الله أن يذكر من محامده وحسن الثناء عليه، فيقبل الله شفاعته ويقول لمحمد قم يا محمد اسأل تعطى واشفع تشفع، وتسمى ذلك بالشفاعة العظمى. فهنا في سؤال، ما هي الشفاعة العظمى؟ هي شفاعة تخص النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لبدء الحساب، فيقبل الله شفاعته. بعد الشفاعة توزع الكتب، ينزل الله تعالى هو وحملة العرش 8 وتوزع الكتب. فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه والكافر يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، من وراء ظهره، من الخزي والعار. فالمؤمن عندما يأخذ كتابه يمين يشعر إيش؟ بالسعادة. أما الكافر يشعر بالحسرة والندامة. بعد توزيع الكتب نذهب إلى الميزان. الميزان هو له كفتان يزن أعمال العباد، وهذا الميزان يا طلاب الكفة الواحدة تسع السماوات والأرض. الميزان هذا يزن القطمير. القطمير هي قشرة رقيقة تكون على نواة البلحة أو التمرة. فهذا الميزان ممكن يجي سؤال مصطلح، هو له كفتان يزن أعمال العباد بكيفية يعلمها الله، والميزان. بيجي سؤال عن أكمل الفراغ، من ثقلت موازينه فاز بإيش؟ فاز بالجنة. ومن خفت موازينه سيق إلى النار. بعد الميزان يحاسب الله الناس على أعمالهم، فالمؤمن يحاسب حسابا يسيرا. في هنا سؤال بيحكي، في هان ملاحظة، مش سؤال، ملاحظة إنه من نوقش الحساب عذب. كل واحد الله بده يحاسبه راح يعذبه. طب كيف هنا الآية تحكي وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ يعني راح تعذب ولا لا؟ هذا سألت السؤال من عائشة زوجة النبي، فقال النبي لها إنما هو العرض. فكيف يكون العرض؟ أن الله يعرض ذنوب العباد فيقر بها الإنسان ويقول سترتك في الدنيا وأنا هنا أسترك في الحساب، فينجو من العذاب. أما الكافر فينكر ما يكون مكتوب في الكتاب، فتشهد عليه أعضاؤهم، اللسان والسمع والبصر والقدم واليد، على ما ارتكبوا من جرائم في الدنيا. بعد الحساب يذهب الناس إلى الصراط. الصراط هو طريق منصوب على جهنم، جسر منصوب على جهنم، تكون مروره بالنسبة للمسلم سهلة بمقدار الأعمال الصالحة التي عملها. أما الكافر أول ما يمشي على الصراط يسقط يسقط في جهنم. المؤمن، طب المؤمن العاصي، المسلم العاصي يسقط في نار جهنم. هذه ليست مذكورة في الكتاب ولكن للعلم، يسقط في جهنم على حسب أعماله، ويبقى في جهنم على حسب أعماله التي عملها في الدنيا، إن لم يغفر له الله. إذا غفر له الله يدخله الجنة، أما إن لم يغفر له الله يسقط في جهنم ويصبح كالفحمة بمقدار الأعمال التي يعملها في الدنيا. هل يقعد سنة سنتين ثم يخرج من النار ويغمس غمسة في نهر من أنهار الجنة ويقول لم أعذب قط قبل ذلك. فبعد الصراط نذهب إلى الجنة. وقبل الجنة هنا شغلة اسمها القنطرة. القنطرة هنا أصحابها مكتوب عليهم أنهم يدخلون الجنة ولكن متخاصمين.
لا يدخل الجنة حتى يغفر لبعضهم البعض. بعد ما أن يتصالحوا يذهب الله تعالى ويدخلهم الجنة، ويدخل الجنة إن شاء الله نحن والسامعين. يعني هان هيك بكون ممكن نستخلص سؤال هنا. الصراط مصطلح. الصراط هو جسر منصوب على جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف يمر عليه الناس يوم القيامة. هل ممكن نستخلص أيضا الحساب؟ زي ما حكينا الحساب بعد الميزان نذهب إلى الحساب. الحساب هو سؤال الناس عن أعمالهم التي عملوها يوم القيامة ليحاسبهم الله عليها. كل عمل صغير عملناه في الدنيا سنحاسب عليه في الآخرة. لو جاء ممكن يجي سؤال صح وخطأ. يوم القيامة يشهد السمع والبصر والجد على ما يفعله العصاة. صح. قارن بين الكافر والمؤمن عند المرور على الصراط. المؤمن يمر بسرعة وسهولة، أما الكافر والعاصي يسقط في جهنم. ممكن يجي سؤال اختر. الصراط هو سور بين الجنة والنار، طريق الخير، ولا طريق منصوب فوق جهنم؟ طريق منصوب فوق جهنم. ممكن يجي سؤال صح وخطأ. يمر المؤمن على الصراط بسهولة، أما الكافر فيسقط في نار جهنم. صح. ممكن يجي سؤال وبين المعنى المستفاد من الآية الكريمة. قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. يعني هان يوم القيامة سنجد في الكتب التي توزع علينا، سنجد كل عمل عملناه في الدنيا مكتوب في هذا الكتاب. قال تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. أن المؤمن سيحاسب في يوم القيامة حساب يسير وسهل، ثم يغفر الله له ويدخل الجنة. إذا طلب إحنا خلصنا فيها النشاط. أرجع إلى أحد الصحيحين البخاري أو مسلم وأبين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف مرور الناس على الصراط. من الناس هنا من يمشوا على الصراط كالريح المدبرة، كالبرق، ثم كالريح أو كالخيل المسرعة، أو كالجري كما كان الإنسان يجري في الدنيا، أو كالمشي، أو يسقط في جهنم. هنا الأسئلة. نذهب الأسئلة. المقصود بالحساب هو سؤال الناس عن أعمالهم التي عملوها يوم القيامة ليحاسبهم عليها الله. الحشر هنا هو جمع الخلائق، الناس يوم القيامة من قبورهم للعرض على الله. الحوض هو ماؤه أشد بياضا من اللبن أحلى من العسل، يشرب المؤمن شربة لا يظمأ بعدها أبدا. الصراط هو جسر منصوب على جهنم يمر عليه جميع الخلائق. اذكر 3 أمور يتضمنها الإيمان بالحساب والجزاء. أي 3؟ مثلا الحوض، الشفاعة العظمى، الميزان، الصراط، الحساب. أي واحد، أي 3. وبين المعنى المستفاد من قوله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر. حكينا إنه الإنسان سيجد كل عمل عمله في الدنيا سيجده في كتابه مكتوب. قال تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. أن المؤمن سيحاسب بكل سهولة يوم القيامة. ما المقصود بالشفاعة العظمى؟ هي شفاعة تخص النبي يوم القيامة حتى يبدأ الحساب. أصف حال الناس في المحشر يوم القيامة. 1. تدنو الشمس من رؤوس الخلائق. حكينا. بعد ما تدنو الشمس يكون العرق على مقدار أعمالهم. 3. يشعر الناس بالعطش فيشرب المؤمن من حوض النبي لا يظمأ بعدها أبدا. هيك بنكون خلصنا الدرس. إن شاء الله تكونوا استفدتوا. كان معكم الأستاذ سلام أبو نعمة.